السلام عليكم اعزائي المشاهدين. جبنا لكم اليوم ان شاء الله بينا ندير لكم الرز بريالي. الرز بريالي هاد الاكله باكستانيه. تنحتاجو خضره مقطعه بحال هكا. بالنسبه لهذا الرز البريالي تيدار فيه كل شيء، اي حاجه متوفره عندك تنحتاجو. هذه هي بغيتي ديريها بالروز كلاصي ديريها بسماتي ولا شو ولا بلا عادي ما توفر عندك هاد العادي راه حتى هو تيجي زوين. ها هو تنحتاجو واحد جوج قرعات، جوج خيزوات، بصله، قزبر ومعدنوس والفلفله. وبالنسبه لهاد هي تتجيب اللحم، تتجيب الدجاج، تتجيب كل شيء. انا توفروا لي هاد اللحيمات شاطوا لي من القطبان ما بغاوش ياكلوا الدراري، نديرو بهم اي حاجه. وبالنسبه للقوام تنحتاجو واحد شويه نص معلقه الكمون، بابريكا تحميره، 3 دروس ديال الثوم، كركم، هذا الزعفران بلدي، كركم، سكينجبير وواحد شويه الزعتر. وبالنسبه لهذه الكبسه ديال الكبسه غادي تتبع عند العطار، ما توفراتش عندك غادي تقدي تزيد شويه ديال الكمون وهذا قزبور حبوب. ودابا نشرعوا في العمليه وشويه الملحه وصوص الصوجا. هاد صوص الصوجا الا بغيتي دير بها والماء، ها الماء هو. ودابا نشرعوا في العمليه. تحتاجوا الكوكوط بحال هكا، نخويو فيها هذا الرز ديالنا. تنديرو الخضره ديالتنا هكا، نديروها على الرز. نجيبو اللحيمات ديالنا هما، اللحوم تا هما نديروهم. والطريقه راه ساهله، كلشي تديرو في دقه واحده وتتلوح وتدير الماء ودير كلشي وتتخليه يطيب. الا مطيشه تنحكوها حتى الاخر تنتيتي وعاد تنجيروها. بالنسبه للبريال راه اكله مزيانه وصحيه فيها الخضره. تنديرو واحد شويه الزيت، تنكتروش الزيت بزاف. بالنسبه للملحه ما تنكترهاش حيت بينا نديرو الصوص الصوجا، ما نكتروش الملحه. المطيشه كما سبق قلت نديروها دابا طيب لينا الرز ديالنا. هي صوص الصوجا. غادي نديرو دابا نرويو. بسم الله. الرويتي تغطى لينا، تغطى لنا اللحم وتغطى لنا كلشي. ودابا نغطيو الكوكوط ديالنا. دابا نحطو الكوكوط طيب، ما تيطلبش الوقت بزاف، واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع باش نحلو عليه ونشوفوه ونديرو المطيشه ديالنا وصوص الصوجا. نجيبو دابا المطيشه ديالنا نضيفوها. بسم الله. بالنسبه لهذا الشيء راه طاب تبارك الله. راه انت شوف الخيزو راه طاب واللحيمات طابو تا هما. يتشحري واحد شويه د المطيشه ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. نجيبو صوص الصوجا تا هو. بسم الله. نحركو العناصر باش تنسجم مع بعضياتها.
كنزل هذاك مطيشة وهذاك الصوص جاي ينزلو لتحت. ها الروز ها هو تبارك الله شتيه. طيب هذا هو الرز البريالي الباكستاني. وهو هما تيديرو فيه الحرور بزايد، تيديرو فيه الحار بزايد. انا ما درتش فيه الحار لان ما تناكلوش الحار، الدراري عندي ما تياكلوش الحار. بالنسبه لكم نتوما بغيتو ديروا فيه الحار ديروا فيه الحار. صافي نخليوه واحد قسمين ونحطوه بالصحه والراحه. هذا الشكل النهائي ديالو. دابا نغدوه بسم الله.